السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير دايما يا رب. ما ينفعش يبقى يجي علينا العيد من غير ما نخبز بسكوت العيد. النهارده هنعمل بسكوت المكنه بطريقه جميله وسهله. شوفي شكل البسكوت، لونه ما شاء الله، فعلا حاجه جميله قوي. رسمته قاعده زي ما هي، هش فعلا ولذيذ، وفي نفس الوقت البسكوته ماسكه نفسها. ما ننساش نحط لايك وشير ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد. النهارده انا جايبه 20 بيضه. انا كسرت البيض بس عشان وقت الفيديو. الكوباية اللي باوريها لكم دي هي اللي أنا هاعاير بيها المقادير، كل المقادير اللي معايا. طبعًا هنستخدم بيكنج باودر وفانيليا، وهنستخدم سمنة ونشادر. النشادر أهيّة أنا جايباها بالكيس زي ما هي. هاقول لِك إحنا هنستخدمها إزاي وهنعمل قد إيه، بكل حاجة بالتكات والتفاصيل، بس خليكِ معايا لآخر الفيديو وأنتِ تعرفي الطريقة بالضبط. أنا جايبة 20 بيضة مكسراهم. هاجيب عليهم فانيليا. الفانيليا دي على حسب راحتِك، على حسب ما أنتِ تحطي. ممكن تحطّي فانيليا سايلة، ممكن تحطّي الفانيليا الأكياس البودرة دي زي ما أنتِ عايزة. أنا باحب أستخدم دي في كل حاجة أنا باعملها. أنا حطّيت 10 أكياس على البيض. وزي ما قُلت لِك كمية الفانيليا على حسب ما أنتِ تحبّي عشان خاطر زفارة البيض. زي ما أنتِ شايفة أنا دلوقتي البيض كان متكسّر، كنت مكسّراه عشان وقت الفيديو وبافتّح عليه أكياس الفانيليا. السمنة برضه، السمنة اللي تحبّي تستخدميها على حسب المتوفّر عندِك واللي متواجد معاكِ. ودلوقتي أنا بعد ما هاقطّع الفانيليا كلّها أفتّحها كده على البيض، هنبدأ نضرب البيض. طريقة سهلة جدًا وبسيطة. هاعمل لِك المقادير بالكوباية. مش هتاخد معاكِ أي وقت ولا أي مجهود. لو أنتِ معاكِ واحدة تاني هتخلّصي البسكوت في ثواني. أنا دلوقتي بالمضرب هاشتغل، هاضرب البيض كويس أوي لغاية لمّا أوصل لغاية القوام اللي أنا محتاجاه، وهارجع لِك تاني. أهم حاجة زي ما قُلت لِك نضرب البيض كويس. فعلًا طريقة سهلة. أنا كده خلّصت وأديني رجعت بقى البيض وصل معايا للقوام اللي أنا محتاجاه. أنا مش حاطة أي حاجة على البيض غير الفانيليا. وزي ما قُلت لِك إحنا هنقتصر الوقت وهنقتصر المجهود، وفي أي حاجة يعني ما أقولكيش. دلوقتي أنا جِبت طبق stainless فاضي عشان الطبق ده هو اللي أنا هاعجن فيه. جِبت كوباية وده سُكّر. السُكّر خِشن عادي مش بودرة أو أي حاجة، بس لازم يكون سُكّر أبيض. أنا هاعاير بالكوباية بتاعتي دي 4 كوبايات على ال20 بيضة. يعني لو لاحظتِ إن كل 5 كوبايات بياخدوا كل 5 بيضات بياخدوا كوباية سُكّر واحدة. يعني ال20 بيضة بياخدوا 4 كوبايات سُكّر. زي ما أنتِ شايفة أهوّة. أنا كده عايرت ال4 كوبايات سُكّر، ودلوقتي هافضّيهم وهنبدأ بقى نشوف إحنا هنحط على السُكّر السمنة بقى. السمنة أنا هاجيبها قدّامِك وهاعايرها معاكِ برضه. زي ما أنتِ شايفة، قُلت لِك كل نوع سمنة اللي أنتِ تحبيه استخدميه في معايا في الخبيز البسكوت. أنا برضه زي ما أنا حطيت 4 كوبايات سكر، هاحط 4 كوبايات سمنة. يعني برضه لكل 5 بيضات بياخدوا كوباية سمنة. بافضّي السمنة قدّامِك أهيّة وباعايرها عشان خاطر تشوفي الكوباية بتبقى مليانة إزاي. أنا مستخدمة هنا في البسكوت السمنة البيضا. ما باحبش السمنة اللي لونها أصفر عشان خاطر ما تغمّقش الخبيز معايا. دي باحس إن هي جميلة أوي ولون البسكوت بيبقى فاتح. فعلًا بيبقى شكله جميل ولونه جميل أوي. بيبقى لونه دهبي فاتح، وأنتِ هتشوفي معايا آخر الفيديو شكل البسكوت عامل إزاي ما شاء الله عليه. زي ما قُلت لِك 4 كوبايات سُكّر عليهم 4 كوبايات سمنة بالطريقة دي. مخبوزات العيد إحنا عملنا مع بعض الكحك الناعم، ودلوقتي ده البسكوت، ولسه معانا هنعمل البيتي فور وهنعمل الانكشار، وكل اللي تحبوه هتلاقوه موجود بطريقة سهلة وبسيطة. وهاخلّص السمنة بالطريقة دي وهافضّيها وارجع لِك تاني. أنا كده فضّيت السمنة ال4 كوبايات على ال4 كوبايات سُكّر وهابدأ أضربهم. أهم حاجة المرحلة دي ضرب السمنة مع السُكّر بحيث إن هو يختلط مع بعض كويس أوي ويدّينا قوام كريمي. زي ما أنتِ شايفة السُكّر لونه أبيض وجميل أوي. ما تستخدميش سُكّر غامق عشان خاطر ما يغمّقش معاكِ الخبيز. باضرب كويس أوي لغاية لمّا يدّيني القوام الكريمي. أول ما أوصل للقوام الكريمي هنبدأ نضيف إضافاتنا اللي إحنا هنحطها. هو ده القوام اللي أنا محتاجاه. دلوقتي هانزّل البيض والفانيليا اللي أنا كنت ضارباهم قبل كده مع بعض. دلوقتي هاضربهم كويس أوي. لو لاحظتِ إن هو كلّه هيبقى في نفس الطبق اللي أنا حاطة فيه، هاعجن فيه. طريقة سهلة ما بتاخدش معاكِ أي وقت. يعني أنتِ وحدِك بتعجني وتعملي الطريقة دي وتخلّصي. لو معاكِ حد بس يلِف لِك المكنة هتخبزي الخبيز في ثواني. أنا دلوقتي جِبت كوبايتين لبن. يعني ال10 بيضات بياخدوا كوباية لبن، 5 بيضات نُص كوباية لبن بنفس الكوباية اللي أنا كنت معايرة بيها. النشادر باحط 4 معالق نشادر.
معلقة ممسوحة مليانة كده، يعني ما باحطش أكتر من كده. طبعًا لازم اللبن تبقى دافية، وبابدأ أقلّب اللبن لغاية لمّا تبدأ تدّيني الفوران. أنا بس حطيت فوق الطبق عشان خاطر أنا هاحطها عليه، وعشان خاطر زي ما أنتِ شايفة بتفور إزاي. أهم حاجة إن هي تفور معاكِ عشان تتأكدي إن النشادر كويسة وهي دلوقتي كده شغالة. أهو زي ما أنتِ شايفة حبيت إن أنا أورّيها لِك، ممكن مش واضحة أوي بس ما شاء الله فارت معايا وجميلة أوي. هي زي ما أنتِ شايفة في العجين. أنا دلوقتي كده حطيت كل السوايل خلاص، هنضرب بقى كده كويس أوي، يبقى فاضل لنا حاجتين بس اللي إحنا لسه ما حطيناهمش، الدقيق والبيكنج باودر. الدقيق أنا بافضّل إن أنا في المخبوزات أحُط الدقيق في الآخر، عشان خاطر طبعًا كل دقيق بيختلف من دقيق للتاني يعني، فما أحددلكيش كمية الدقيق بالضبط. هو تقريبًا ال20 بيضة خدوا معايا 4 كيلو ونُص دقيق أو 5 إلا. أنا بارشرش كده زي ما أنتِ شايفة فوق الدقيق بالراحة، وأفتح بقى كيس بيكنج باودر وأرشرش تاني. أنا على ال20 بيضة حطيت 4 بيكنج باودر. زي ما قُلت لِك 5 بيضات بياخدوا كيس بيكنج باودر. ممكن تقللي في الكمية براحتِك، بس على أساس إن هو يطلع معايا هاشش. البيضة البسكوتة مش هتتفرش معاكِ خالص، البسكوتة هتتنفخ لفوق، فعلًا شكل جميل أوي. زي ما أنتِ شايفة ده الكيس التاني. وبابدأ بقى إن أنا أقلّب العجين وأحُط الدقيق بالتدريج، إيد في العجين زي ما أنتِ شايفة، والإيد التانية أحُط بيها الدقيق وأفتح كيس بيكنج باودر. بعد كل مرحلة أحُط فيها الدقيق. ما أفضّلش إن أنا أحُط دقيق كتير مرّة واحدة، عشان خاطر ما يتخنش معايا ويبقى وِحِش ويدّيني نتيجة وِحشة. لكن كده أنا باحُط براحتي زي ما أنا أشوف إن الدقيق محتاج والعجين محتاج دقيق وأحُط له، حبّة بحبّة لغاية لمّا أعجنه كويس أوي. وهاورّي لِك هو إزاي الوقت اللي أنا عايزاه فيه وحجم العجين عامل إزاي. باضيف حبّة بحبّة بالتدريج لغاية لمّا أوصل لقوام العجين اللي أنا محتاجاه. أهم حاجة العجين يخلص من إيدي وما يبقاش ملزّق في الطبق، هو ده ساعتها بقى يبقى العجين خلاص وصل للمرحلة اللي أنا محتاجاها. أنا أهوّة زي ما أنتِ شايفة باضيف كيس البيكنج باودر الأخير و وباعجن تاني، باضيف دقيق وأعجن على طول أول ما الليونة اللي في العجين دي تروح ويبطّل يلزّق معايا. ساعتها بقى يبقى خلاص هو ده القوام اللي أنا محتاجاه في البسكوت. أهم حاجة في البسكوت زي ما أنتِ شايفة أنا ما باعجنش، أنا باشيل بس العجين الدقيق من تحت لفوق، من تحت لفوق، بحيث إن هو يختلط مع بعضه وما يبقاش فيه أي دقيق موجود. وفي نفس الوقت مش عايزاه أدّي للبسكوت عرق خالص، أي مخبوزات ما تخبزيش فيها أو ما تعجنيش فيها. كده أنا وصلت لِك لآخر مرحلة ما شاء الله، شايفة العجين عامل إزاي، مش لازق خالص في الطبق. هو ده ساعتها بقى العجينة طرية وفي نفس الوقت مش ملزقة معايا. التكاية اللي تخلّي معاكِ البسكوت بيلمع وشكله جميل، نُص كوباية زيت، زيت نضيف من الكوباية اللي أنا معايرة بيها، باحطها وبادخّلها في العجين كويس. وارجع لِك بقى بعد ما أدخّل الزيت في العجين، أنا شُفتِ بادخّله إزاي، باجيب من تحت لفوق وأدخّله. وهاوريكِ شكل العجين إزاي. الزيت ده فعلًا حاجة ما أقولكيش بتعمل إيه في البسكوت، بتدّيه لمعة ولون جميل جدًا، يعني حاجة كده من الآخر ما شاء الله. هارجع لِك بقى وهننصب المكنة بتاعتنا وهاوريكِ إزاي نقطّع البسكوت بالمكنة. لإن أنا خابزة كمية ما شاء الله زي ما أنتِ شايفة 20 بيضة. ممكن تقللي كمية البيض على حسب راحتِك، وتقللي كل المقادير وتعملي المقدار اللي أنتِ محتاجاه. أنا جبت صاج، الصاج بادهنه دهنة خفيفة أوي بس من الزيت. زي ما أنتِ شايفة البسكوتة طالعة إزاي. ما شاء الله فعلًا جميلة، بتطلع بكل سهولة. في نفس الوقت الرسمة واضحة ومتخربشة. ممكن تستخدمي القمع لو أنتِ تحبيه، بس أنا باحب إن أنا أستخدم الموس وأعمل كذا شكل للبسكوت. باعمل النجمة وباعمل اللي هي ديّة وباعمل الرسومات التانية، بيدّي فعلًا شكل البسكوت تحسّي بتنوُّع كده وشكله بيبقى جميل أوي. هاقطّع البسكوت بالطريقة دي وهاورّي لِك شكل الصاجة بعد ما تخلص عاملة إزاي. أنا بس عشان خاطر الصاجة مش على عدالتي وفي نفس الوقت بالِف لنفسي، فعشان كده مش عارفة أورّي لِك إزاي بالضبط. بس أنا هاخلّص الكمية كلّها وهاورّي لِك البسكوت بعد ما أسوّيه ويطلع على الصِّجان إزاي. وشكله ما أقولكيش قد إيه هو دايب وقد إيه هو جميل. ما فعلًا حاجة سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت.
أنا باورّيكِ كذا شكل للرسمات، يعني عاملة النجمة وعاملة الرسمة اللي أنا وريتها لِك، وهاكمّل بالطريقة دي وارجع لِك بعد ما يستوي. كده البسكوت استوى معايا وجِبته. إحنا بنحطه على هي الطبق الخوص ده بيبقى جميل أوي بنرصه. باورّيكِ شكل البسكوت ما شاء الله عليه، شايفة اللمعة اللي فيه، مستوي من فوق ومن تحت، لونه ما شاء الله دهبي وجميل. الزيت بقى ليه سر فظيع، شايفة باورّيكِ الرسمة، هاورّيكِ قد إيه البسكوت دايب. ما شاء الله يعني فعلًا حاجة جميلة أوي. يا ريت ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب ونفعّل الجرس عشان خاطر يوصلنا كل الوصفات الجديدة. أي حد عنده استفسار تقدر تسيبه لي في الكومنت وأنا هارُد عليه، وأشوفكم في فيديو جديد مع وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.